باسم إدارة إيكوسيد نشكر السيد صالح الغافا نائب الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بطرفاية على قبوله طلبنا لعقد هذا اللقاء. السيد الغافا، ما هي حالة الحزب العدالة والتنمية بإقليم طرفاية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الشكر متبادل. بالنسبة للحالة ديال الحزب العدالة والتنمية بمدينة طرفاية، أسس منذ سنتين. المكتب فاتح المقر ديالو لجميع المواطنين كيفما كان شأنهم كبيرهم وصغيرهم. بالنسبة كيتلقى الشكايات ديالهم كيوصلها للمسؤولين اللي هما ديال المدينة من الحالة الاجتماعية ديالهم، لا بالنسبة للصحة ولا السكن ولا التمدرس ولا جميع المشاكل اللي كيعاني منها الساكنة. الحزب عنده الدور ديالو باش كيكون واحد المكبر الصوت ديال المواطن كيوصل للسلطة. هذا هو الدور ديال الحزب. شكرا سيد الغفا. بالنسبة لما يمكن أن تقول حول البيان الأخير الذي صدر من طرف الكتابة الإقليمية؟ هناك كانت وقفة احتجاجية لبعض مجموعة من النساء ديال المدينة اللي كيطالبوا بالحق ديالهم في العمل، وكانت هذه الوقفة احتجاجية وقفة سليمة 100%، لكن تدخل ديال السلطة اللي هو كان مرفوض من طرف الحزب هذا أصدر هذاك البيان. لهاد النسوة يطالبن بحقهم في العيش الكريم، حقهم في السكن، حقهم في التطبيب، حقهم في التمدرس، حقهم في هذا حقهم مكفول. وهذا الحزب ديالو يدافع بالغالي والنافس باش ما يبقاش هذا التهميش وما يبقاش هذا الاحتقان الاجتماعي اللي كنعانوا منه. هذا مسألة ديال هناك بعد ما يسمى بالدعم ديال الدولة في الإنعاش الوطني الديمقراطية. كنشوفوا بعض المنازل اللي فيها 5 كارطيات 6 كارطيات، وكنشوفوا بعض المنزل اللي ما كيدخلش عليه ولو سنتيم. هنا هذا حيف في حق هؤلاء النساء. بالنسبة للمعطلين، يشاع أن تم طردهم من مقر الحزب. هذا شفنا بعد الجرائد الإلكترونية اللي نشرت هذا المقال، ولكن كان واحد المشكل اللي هو كان واحد من بعض خدا واحد الرأي أحادي. المشكل اللي وقع وهو هاد المعطلين كان الحزب فاتح ليهم المقر ديالو في طيلة السنة، وكانوا جميع الاجتماعات وديال كيقوموا في ديال، ولكن هناك تنسيقية ديال المعطلين هي اللي كتجي وكتستشار مع المكتب الإقليمي وتفتح لهذا. ما وقع أن هذا الحزب كان مفتوح، كان واحد الحصة ديال الدعم اللي هي كيديروها بعض الإخوان الأساتذة اللي هي كتكون مجانية لبعض التلاميذ، كان المقر محدود. جاو هاد الإخوان اقتحموا الحزب، دخلوا لطاحوا. جا المدير ديال الحزب سأل هاد الناس واش شكون عطاهم واحد الإذن. كاين اللجنه التنسيقيه، واش كاين منهم شي واحد ولا ما كاينش شي واحد اللي هو تشاور مع المكتب، ما كاينش شي واحد من اللجنه التنسيقيه ديال الطلبه، ما كاينش الإذن، ما كاين حتى شي حاجه. قال لهم الاخ وانا كنت حاضر هذيك انذاك، قال لهم خاصنا يجيو الافراد التنسيقيه مع المكتب، وهي الساعه ما كاين حتى مشكل. عيطنا على الاخ الكاتب اللي هو الاقليمي، جا قال لهم ودي دابا وقع مشكل اللي هو وقع دابا، انتم جيتوا بلا اذن باش حاجه، ولكن الان الا بغيتوا دخلوا مرحبا بكم. هما قالوا ودي حنا دابا الاجتماع رحنا ربما صافي فضينا منه ومشاو، ما كاين حتى شي اشكال. جاو الاخوان ديال التنسيقيه عاودوا جمعوا معنا وتفهموا بان الخطا ارتكبوه هما المعطلين، هما ارتكبوا الخطا ماشي الحزب.